في تاريخ العراق ما مر بهيك محنة وهيك ضعف وهيك تشتت وهيك بلدان تتكالب عليه. في تاريخ العراق اللي عمره هذا البلد 7000 سنة يطلع إمارة صغيرة تفرض، والعراق ينصاع ويخضع إلها. لكم ما يصير. وين قواتنا المسلحة؟ وين قوات مكافحة الإرهاب؟ وين أبطال الحشد الشعبي اللي دافعتوا عن الوطن من أعتى هجمة؟ ماكو أقوى من داعش، ماكو أقوى وأعنف من داعش، لأن داعش يحمل فكر خطير، فكر التطرف، فكر الإرهاب الحقيقي، ويقتلك باسم الله. وصديتوا له ووقفتوا له. ما معقولة ما تصدون لهذا البلد الصغيرون اللي جاي يستولي على حقولنا النفطية، وجاي يخنق العراق بحريا، وجاي يستولي على الأراضي والبحار. والآن يؤمر محافظ البصرة أن يرفع بيوت تقع في قصر داخل الحدود العراقية لأن قريبة من حدوده. راح يخلون الحدود واقع حال. وينكم؟ ليش هيجي؟ ليش انتم صح يعني صح خونة، صح ذيول، وصح تعتمدون على الأغبياء وعلى الفاسدين باعتراف رؤساء وزرائكم. رئيس وزراء المالكي 8 سنين حكم والدعوة حكم بعد وراه، وتعترفون انه انتم تعتمدون على أغبياء، وكنتوا تميلون للرجال لأنهم مو لكفاءتهم، لأنهم ينتمون لكم. ما معقول يضيع العراق، ما معقول يضيع العراق والكويت تتمدد وتجي تفرض علينا بداخل أراضينا وبداخل حدودنا، وتتحجج بقرارات الأمم المتحدة اللي فرضت على العراق بالقوة وبدون رغبة العراق وبدون حضور العراق. ما معقولة. سياسيين الشيعة السنة، ما معقولة هذا الحكي، ما معقولة هذا الإذعان. أنتم كل شيء ما مستفادين، لا مستفادين من أمريكا، ولا مستفادين من العالم، ولا مستفادين من كل الظروف اللي جاي تمر بيكم. أنتم بس همكم شلون ترضون دول الجوار عن خياناتكم وعن انتماءاتكم وتسددون فواتير هاي الخيانة. البلد جاي يضيع، الكويت جاي تنهب أراضينا وجاي تخنقنا. أنتم ليش ساكتين؟ عمي لا تصيرون وصمة عار على الشيعة. احنا الشعب كشيعة نرفضكم نرفض إنسان يفرط بأرضنا، نرفض إنسان يبيع حقوقنا النفطية، ونرفض إنسان يتنازل عن ذرة تراب من العراق. ما معقولة هذا الحكي يا جماعة. الشعب وينك نايم وملتهي، والكويت تختار توقيتات، تختار من تكون الجماهير. ذاك اليوم اجت وزير النقل مالهم واختار ظروف اللي كانت بالخضراء ووقع حدود وأخذ. الآن يختارون ظروف الزيارة الأربعينية والناس من شغلة بأداء طقوسها. أنتم ليش هالشكل؟